السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير. بما انني مؤخرا وليت كنقترح عليكم الوصفات اللي غتقدروا تحتاجوهم في مائده الافطار ديال رمضان ان شاء الله. كنقترح عليكم هاد الفطائر اللي كيجيو قطنيين وكيجيو خفاف، وحتى الحشوه اقتصاديه صراحه كيجيو رائعين، غير الا ما بغيتوش تجربوهم وصافي. قبل ما نبداو بطريقه التحضير ما تنساوش لايك وكومونتير، واللي ما مشتركش في القناه يشترك. وبالنسبه للناس اللي اول مره يشوفوا القناه ديالي غيديروا اشتراك، مازال جايين وصفات ان شاء الله غيعجبوكم. نبداو بطريقه التحضير ديال العجين اللي كنحتاجو فيه 2 كيسان ديال الدقيق الابيض اللي هو الفرص، و2 كيسان ديال الدقيق الفينو اللي هو القمح الصلب. كنغربلوهم من بعد كنضيف معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، ونص معلقه ديال الملح، ومعلقه كبيره ديال العسل اللي ممكن تعوضوه بالسكر. كنجمعوا العجين ديالنا بالماء دافي، ما تيكونش سخون بزاف كما العاده، تيكون غادي البروده باش ما كيضيعش لينا الخميره. وكنبقاو كنضيفوا الماء بالتدريج باش هكا ما كنخفوش العجينه ديالنا بزاف. من بعد ما كنجمع العجينه ديالي كندلكها شويه باش كتجي خفيفه وكتجي قطنيه. حاولوا تدلكوها شويه. هانتوما شوفوا القوام كيفاش كتجي خفيفه العجينه. صراحه هاد العجينه راه ناجحه 100%، تقدروا ديروا بها اي فطائر، يعني تقدروا ديروا بها حتى شكل اخر من غير هذا اللي وريتكم. من بعد كندهنها بالزيت وكنديرها في هذا البلاستيك الغذائي باش ما كتلصقليش فيه. باش نبغي نحيدها بسهوله. كنخليوها ترتاح الا ما كنوجدوا الحشوه ديالنا، ماشي تخمر، ماشي ضروري تخمر، المهم غير ترتاح. ندوزو نحضروا الحشوه اللي كنحتاجو فيها بصله مقطعه قطع صغيره، صدر الدجاج، وفلفله مقطعه صغيره، 2 فصوص ديال الثوم، والقزبر ومعدنوس تقريبا معلقه كبيره، والتوابل اللي هي الملحه، بابريكا، والزنجبيل معلقه صغيره من كل حاجه، وراس معلقه ديال الحار، ونصف ملعقه ديال الفلفل الاسود. كناخذوا المقله ديالنا كنديروا فيها الزيت، من بعد كنضيفوا البصل، كنبقاو كنخلطوه حتى يعني كيدبل اللون ديالها. عاد كنضيف عليها الفلفله. انا اختاريت غير الفلفله حمراء، ممكن ديروا الفلفل الالوان، ممكن تزيدوا خضيره ديالكم هكا محكوكه، المهم اي حاجه كتفضلوا ديروا. الحشوه تقدروا ديروا اي حاجه. من بعد كنضيف الدجاج ديالي. الدجاج قطعته قطع صغيره باش هكا ما تيبانش في دوك الفطائر اللي غنديروا. هنا غنزيد الثوم، تقدروا ديروا الثومه بودري اللي عندكم، والتوابل. وحتى بالنسبه للدجاج ممكن تعوضوه بالكفته، ولا تقدروا ديروا غير خضيره وتزيدوا الطون حتى كطيب الخضيره ديالنا، المهم اي حاجه كتجي زوينه. واخر حاجه كنزيدوا قزبر ومعدنوس، وكنبقاو كنخلطوا الحشوه حتى كتشرب جميع السوائل، هكا كتكون واجده. ندوزو للعجين اللي كيكون رتاح. كنفرقوا الكرات صغيورين، يعني على حسب الحجم اللي غادي ندير. الا بغيتو تصغروا اكثر من هكا ممكن تصغروا. كيف ما كتشوفوا العجينه طلقات معنا مزيان. كل ما خليتوها ترتاح كل ما كان احسن، كتسهل عليكم الخدمه. من بعد ما كنفرق العجينه ديالي كامله كندوز نيشان نشكلها. هنا غطيتهم باش ما تكونش ديك القشره فوق العجين. كيف ما كتشوفوا العجينه كتكون رطبه، ما كنحتاجوا لا مدلك لا حتى شي حاجه. هنا كما غتشوفوا في الاول الفيديو درت قطيره الزيت ومسحتها مزيان، حيتاش هاد العجين ما كيحتاج لا زيت لا دقيق باش هكا كتقدر تجمع معنا. الا درنا الزيت ولا الدقيق ما غاديش يتجمع معنا، ما غاديش تسد مزيان دوك لي ميني باغيت ديالنا. هنا وريتكم الجبن اللي درت، هنا غير الجبن ديال الساندويتشات قطعته، وكل وحده كندير فيها طريف. من بعد ضفت الحشوه وكنبدا نسد. الطريقه راه موضحه وسهله، غير كما قلت لكم ما تكثروش الزيت انا درتها غير باش تبقى تحيد ليا وصافي. انا غنصاوب معكم واحده اخرى. شوفوا العجينه كيفاش خفيفه ورطبه دغيا كتطلق معكم، ما كتعذبكمش نهائيا.
كما شفتوا درت الجبن، كندير الحشوه ديالي وكنبدا نسد. الا درنا الدقيق ولا سميتو يقدروا يتسدوا لكم، ولكن فاش تيوصلوا للفران كيتحلوا بحال هكا، ما كيتحلوش نهائيا. من بعد ما ساليت الكميه ديالي درتهم في الصينيه ديال الفرن اللي غادي ندخلهم بها الفران. وخديت هنا صفار بيضه مع قهوه سريعه الذوبان وشي قطرات ديال الخل. ممكن ديروا صفار بيضه مع صويا صوص، مهم اي حاجه غير باش يعطينا داك اللوين. انا ما توفراتش عندي، درت نسكافي. انا ما غاديش كلهم، ما غاديش ندير لهم نفس الشكل، يعني الناس فغادي ندهن ليه هاد الصفار البيضه، والناس الثانيه نتوما غتشوفوا شنو غندير فيهم. وما عطانيش غير هاد الكميه، ما كانوا مازال لي واحد الخمسه اخرين درتهم في واحد الثانيه اخرى، يعني راه كتعطي كميه وفيره تبارك الله. هنا من بعد ما دهنتهم بداك الصفار البيضاء كنرش عليهم شويه ديال الزنجلان. ممكن ترشوا الزنجلان، البوافو، المهم اي حاجه عندكم، اي حاجه كتعجبكم تقدروا ديروها. من بعد كناخذ واحد السكين كندير غير شريطات خفاف، يعني ما كنقطعش، ما كنوصلش للحشوه، غير شريطات خفاف من الفوق، يعني واخا كيطيبوا ما كتحلش ديك الفتحه، غير فاش تيجيو الشكل هكا مزيانين. النصف الثاني قلت نبدل شويه الشكل، غندير فيهم الجبن المبشور، يعني هكا غير باش نبدلو شويه وصافي. اما الاشكال بجوج راهم زوينين. من بعد ما درت فيهم كاملين الجبن غادي نزين بالفلفل الالوان والزيتون مقطع. هنا كانت عندي فلفله خضراء حمراء وصفراء، المهم نتوما زينوا باللي بغيتو. الا كان عندكم لي طوماط سوريز قطعوهم حتى هما صغار تيجيو زوينين، المهم اي حاجه عندكم تقدروا تزينوا بها. انا كنوع، مرات ندير الزيتون خضر، مرات ندير الزيتون كحل، المهم باش نبدلوا الشكل وصافي. صافي هنايا الفطائر ديالي واجدين، غادي ندخلهم الفران. حتى في الفرن ما كياخذوش وقت كتير، دغيا تيكونوا واجدين معنا. كنطيبوهم من التحت من بعد كنطيبوهم من الفوق، وهكا كيكونوا واجدين. شوفوا الفطائر ديالي من بعد ما خرجوا من الفران جاو تيحمقوا وجاو تيشهيو صراحه. شوفوا الشكل ديالهم كيفاش جا، لا الشكل ديال الفرماج ولا الشكل ديال الزنجلان، بجوجهم جاو زوينين. هانتوما غتشوفوا كيفاش من التحت طايبين وكيفاش ما تحلوش، يعني حتى العجينه كتبقى مجموعه. كيف ما كنت قلت لكم، ملي ما كنديروش الزيت كثيره وما كنديروش الدقيق، العجينه ديالنا كتبقى مجموعه في الفرن. شوفوا الفطائر ديالي كي دايرين من الداخل، كيجيو زوينين. كنصحكم صراحه تجربوهم، كيجيو رائعين، وحتى في الشكل ديالهم يعني كيشهيو. غير الا ما بغيتوش تجربوهم وصافي. غادي نقطعوا ديال الزنجلان، شوفوا حتى هي كي جات، حتى هي صراحه جات زوينه. وشوفوا لي العجين كيفاش كيجي رطب وخفيف، تيجي رائع صراحه. نتوما فين اللي عجبوكم اكثر، يعني ديال الزنجلان ولا ديال الجبن؟ بغي الاراء ديالكم في كومونتير، قولوا لي فين الشكل اللي عجبكم اكثر. وبما انكم وصلتوا حتى لهنا كنبغي نقول لكم شكرا على المشاهده. ما تنساوش ديك لايك الا ما درتوهاش. الى فيديو اخر ان شاء الله.